الايام الجايه صعبه يا ولاد، ومحدش ضامن هيحصل ايه بكره. خالتي مصطفى مدبولي هي اللي قالت التصريح ده. كنا بنتكلم وبنقول احنا يعني في وضع شديد التعقيد والله وشديد الاضطراب، ومحدش قادر يتنبأ باللي ممكن هيحصل بكره. ايه ده شاويلوك الهم يا درش بدري. احنا بنعاني، لكن الحمد لله عايشين وهنقدر نعيش. هتطير. احنا هنفرحض بس انت هتطير ما تقلقش. ربنا يخليك. وصحيح هم فلسوا البلد ووصلوا الجنيه لارقام خياليه، لكن انت برضو ممنوع من الكلام. الله اكبر من شر كل جبار عتي. وتراعي الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء دي بتكبر، قال لك الخطوط الحمراء بتزيد يوم ورا يوم. وكنا دايما بتسأل السؤال اللي اتسألته هو يعني طب امتى يعني حضرتك شايف الامور هتبدأ تستقر امتى، والامور هتبقى يعني اثار وثمار كل الخطوات اللي بتتعمل هتظهر امتى. انت تاني هنا تعالوا. انتوا السبب. وانه في عهد السيسي الحقيقه اصبح كل شيء في البلد خط احمر. امال ايه؟ ممنوع على الشعب او حد يتكلم عنه الا لما يسمح بيه الزعيم. امال ايه؟ اصبح انتقاد الاوضاع بتاع الاقتصاديه دي او تتكلم عن غلاء الاوضاع الاقتصاديه فدي ازعل. انت مش هتعدي بس الخط الاحمر، ده امر بالنسبه لنا خط احمر. انت هتتخطف وانت ماشي. يوسف اخويا ظهر النهارده، بس المحامي قال لي انه ظهر في نيابه امن الدوله العليا ومحطوط له تهمتين: انضمام لجماعه ارهابيه ونشر اخبار كاذبه في الشارع وهتتحبس زي ما حصل مع الشاب يوسف ريعو اللي اخوه قال انه اتخطف من وسط البلد. امال ايه؟ اللهم اشغلهم عنا بشاغل من مقتك وسخطك لا يستطيعون له ردا. طب ازاي كل ده عشان كتب بوست على الفيسبوك بيقول فيه ان الحاجه غاليه وانه مش قادر يعيش؟ طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ انا سبت شغلي ومش عارف اعيش. ولما ظهر يوسف بعد اختفائه قسريا اتحبس 15 يوم بتهمه الشكوى من ارتفاع الاسعار على تيك توك. لا في ضابط ولا رابط. عدوي ويت بليز كم هير يا ابن الفرطوسه. بزور دول عربيه شقيقه كثيرا. لماذا؟ لما بزورهم ممكن مواطن عنده اسعار غاليه في بلده فيفضفض معاك. طب انتوا بتقولوا اقدر اكتب على تويتر ولا اكس ولا فيسبوك انه عندي سعر لتر البنزين زاد كام ولا اسعار غليت كذا، خلي يجيبوني من البيت. ابطال الجمهوريه. انت عايز الاول دعك من هذا. ماشي. بديكوا حاجه بسيطه والله اديك في سقفة مخ. ما بالك حد يطلع على الاعلام يتكلم كده. سعدنا بلقائك ونرجو ان نكون قد اسعدناك. شكرا. فلتذهب الى الجحيم. فين تعويذة التنين؟ انت لا تحتاج الى تعويذه التنين، انت تحتاج الى تعويذه البرص. مش عارف والله. قلبي حديد. جرأة حلوة مفيش كلام. الحقيقه وانا بقول لكم هم عايزين يعملوا لكم فزع وعايزين يخوفوكوا. الخطوط الحمراء يا استاذ خالد في عهد السيسي توسعت لدرجه انه لما بيتقبض عليك من اي ضابط او امين شرطه تروح القسم مالكش حق تتكلم ولا تسالهم قبضوا عليك ليه. فانت لو مش متربي في اللي ممكن يربيك. ده امر بالنسبه لنا خط احمر. هو فين الخط يا حمار؟ ده انتوا باين عليكم ما تعرفونيش صحيح. انت نادية. فاهم ياض؟ بالمناسبه ما يصحش حد يفكر ان هو يلعب في امن مصر واحنا موجودين. يا عم تكسر مين؟ ده انت مياس. هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ وانت دخلة السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة يعني لا انا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الاصول. لا انا اعمل واعمل. يا ما راح زيك واصغر منك كمان كانوا عاملين 100 راجل في بعض. خدنا قرار فدخلناكم في الحيط وضيعنا مصر. البلد باظت والايام ما بقاش فيها بركه. انا ما غامرتش بيكم. وتلم العاطل على الباطل وتلخبط الحابل بالنابل. ما خدتش قرار اضيع في مصر. شو اللي بيقول؟ اللي نفر جوه بيتكلم بداله اطلع يا. خدنا اموالكم وضيعناها. ضيعناها بفساد.
طيب قصور رئاسيه، امال ايه؟ انا عامل قصور رئاسيه، ده مصنف ملط، وهعمل ده مش مجرد ملط، سوبر ملط لو سمحت، ده فلتر طويل. او بدلع. دنيا بقت سلطه على الاخر. لا ما حصلش. كنا بنقول ايه يا اولاد ولا وصلنا لحد فين؟ سلطه يا معلم. وتقول للبهايم اللي لسه عندهم امل وعمر ان المستقبل غامض. طبعا ما قلب حديد بمين؟ والبلد داخله على نفق اسود. مش انا اللي هقول. المشكله الحقيقيه ان احنا مش ضامنين بكره يحصل ايه. هم عايزين يعملوا لكم فزع وعايزين يخوفوكوا. انا متاكد ان مصطفى مدبولي والسيسي دايرين يدعوا ربنا ويولعوا شمع مقام الست ام هاشم عشان يحصل حاجه في المجتمع في الدنيا. عارف ليه؟ عشان يعلقوا عليها الفشل. يا رب وقف الحال. نهايته اصلي اللي باقي من عمري. الله، لا ده انا عاملها من قبلك. على فكره انت ما عملتهاش، فريد شوقي بس اللي عملها. تحس انه مؤدب. شوف الواد مؤدب ازاي. مش عيب تبقى داخل الجامعه بس عشان تستخبى؟ فشر، انا طول عمري تربيه جوامع ومقضيها في الجوامع. لازم ناخد هبره حطها في الصندوق. لا يا شيخ، بس انا في الاول اشتغلت حرامي جزم، بس ربنا فتحها عليا. ووارد جدا تحصل صدمات اخرى ما كانتش موجوده في الحسبان. اخ مصطفى قاعد يقول لك احنا مش عارفين بكره في ايه. يعني من الاخر كده حضرات، مصطفى بيقول لكم استعدوا للأسوأ اللي قادم. احنا ما نعرفش بكره في ايه. انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ ده بلا كذب بقى، بوشك ده كذاب كذب الابل. بالصبر والفهم لما نفهم ان ما نحن فيه هو عباره عن نتاج ظروف احنا ما مش السبب فيها، لا دي ظروف دوليه. يكش ربنا يبتلي المنطقه بمصيبه دي يا مصطفى تبقى لوز العنب. مصطفى يقول له ايوه دي شكلها فرجت يا معلم. يا رب وقف الحال. حاجه كده زي كورونا، حاجه كده زي حرب غزه، نعلق بقى عليها. اللهم ابطل عمل المفسدين واخمد انفسهم. يا جماعه يا بتوع ربنا، انتوا مش هتقعدوا تدعوا بقالكم 50 سنه بتدعوا؟ نفسي ربنا يكرمني كده وحوش لي قرشين وحج بيت الله اشتري اخرتي. اخرتك سودة. تصدقوا بالله انتوا بتظلموا الدعاء. بتقول ايه؟ اكح حاجه بقت تعرف. كما اشار دوله رئيس الوزراء، حلول عام 2030 ستكون انتهت الازمه الاقتصاديه العالميه. والله العظيم الواحد بقى تايه، ما انتش عارف مين الصادق ومين الكذاب. دي اصول الدوله المصريه، مش هنرميها، لازم تجيب اعلى سعر. سماريكا اللون حبيبي ماشي. الخير اللي جاي للمصريين. الواد ده سماريكا يقول لك شكاره الفول اللي كان ب 600 جنيه من 4 ايام ولا من 5 ايام بقت ب 1000 جنيه النهارده. بقول لك ايه، انا منفوخ منك وكعب. دي بتبقى غازات يا هيما يا حبيبي، الفول اصله بينفخ. خد قرصين فحم وانت تبقى زي الفل. نشوف جزء من مقابله الفار عبد الفتاح السيسي في اعلام بجد. السيسي مش واخد عليه ولا متعود ولا محضر له. نشوف كده. اي حد يسال عليا انا قاعد على القهوه بره. Do you have a good idea of how many political prisoners you're holding? ما تقولوا لنا حاجه يا جدعان، اي كلمتين بس على طول. يعني اخوكم مزنوق. ادي وش السيسي اهو، عرق السنين السوداء على وشه وعلى دماغه. شايف هنا؟ بص بص اقف هنا. وكلنا هنزنق الزنقه المنيله بنيله دي. اشمعنى دلوقتي طناشه؟ الله، زعيم قوامت انا بقى ولا ايه؟ شايف الفرق؟ في نفس اللحظه السيسي الحقيقه مبلول، فار مبلول، والراجل المذيع قاعد عادي جدا. فكأن دلوقتي بينهم خط الاستواء. نهار اسود، ده احنا شكلنا كده قدام الخواجه بقى عر قوي. يالا هيحصل قطع والسيسي عرقه فجاه هيختفي كده عرقان. ما طلعش بصوت كده عرقان تمام. وده الراجل مش عرقان، جرافته زي الفل كده. لسه السيسي عرقان، لسه السيسي عرقان. هيمرر الكوره. بص السيسي لسه عرقان، ده عرقان من حتت غريبه جدا جدا. بص هنا حصل جامب اهو. ونرجع للسيسي بقى بعد المذيع. بس السيسي مش عرقان. ايه السحر ده؟ ايه السحر ده؟ لا مش كان عرقان دلوقتي؟ لا مش بس مسح وشه، ده درجه وشه فتحت. ده امر بالنسبه لنا خط احمر. ده كذاب وبطنه فاضيه وبيتعشى كوسانيه. لما تقعد مع مذيع خواجه ما تقدرش تقول له انا ما اعرفش هيومن رايتس وتجيب الكلام ده منين. لا ده الكلام ده تقوله لامين مباحث اسمه عابدين. انا اتهزقت يا اخوانا. خط بالنسبه لنا خط احمر. وانت ازاي تسمح لنفسك يالا وانت قاعد جنب قرمه
انه يجي واحد زي ده يهزقك ويمرمط بكرامتك الارض كده قدام القهوه وانت تبقى ساكت؟ ده امر بالنسبه لنا خط احمر. وماله عشان ما تعرنيش وممشي من هنا. اي حد يشوفها بس هو هتحرش بيها. لسان انتوا اخترتوه قلت له تعالى تولى المسؤوليه. بتقول يا استاذ وزه؟ وانا قلت لكم تعالوا نتولى المسؤوليه. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. 10-12 مليار دولار خرجوا من مصر عشان المسؤولين في الدوله خدوهم. حلوين الله، حلوين. لا ما حصلش. لا 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 ده ما حصلش. لا 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 وما يحصلش بفضل الله سبحانه وتعالى. لا 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 لا. وانا مش عايز اسيء في كلامي لاحد. الود بين الاحبه موصول يا شاويش محمد. انا والله العظيم انا بحلف بالله. انت كداب ابو صلاح. اذا كل جهدنا وكل امكانياتنا كانت جوه البلد دي. يا سلام عليك يا باشا وعلى حنية قلبك للدرجه دي. ده الدولار هيرجع يزيد تاني والجنيه هيبدأ يفقد تاني أرقام وهنبدأ نشوف ارتفاعات كبيرة. حضر نفسك. كتير اوفر كتير في ايه؟ فلوس المجاميع مجانين ايه؟ احنا امكانياتنا مش كتير قوي. لا دي حركه حلوه. احنا قاعدين على ذوق مغري. كنا 6% وبقينا دلوقتي بنتكلم في 10 و12. حلوين هم ال6% دول بس. حلوين قاعدين نجري جوه بعضنا في ال6%. انا بقى هدور لكم المعركه دي صح. دور يا نجم. بقول لك ايه، انا هطلع بالمعركه على مارينا 5 جاي. وانا يمكن كنت قاعد مره مع الزملاء. اركوا رجاله صار عنب ومزاج عالي. الكلمه اللي انا قلتها لهم دي هقولها لكم على الهوا كده. يا سلام. قول. قلت لهم انا عملتها خلاص. تعملها في الكبانيه ونتعب كلنا. ودي فرصه بيتمناها نوعين. يا هنحكمكم يا نقتلكم. يا قاتل وسفاح. كتر الف خيرك. هنعمل مشكله في البيت بقى بعد كده. يا مراهق وعايز يرتاح. طب ما احنا بنعاني كلنا. نعاني. والله يا جماعه في حاجات لطيفه في السنه، اصبروا بس علينا. قبلتي قد الشيله واكتر. قطع بينا كلنا يا قبلتي. قد الشيله واكتر. بس بلالينا بقى، بس ما اتفقست واللي كان بيقول لك طبقه الجيع ظهرت. حاجه بتعملها بالنسبه لها ارفع سعر البنزين، عدل الضرايب، هات من المواطن. طب هي كحكومه تقول لنا وظيفتها ايه؟ لا خطط ولا دراسات ولا نعرف اي حاجه. اتصرف، لم الموضوع، قول اي كلام اشتغل. انت يا ابني اهو يا اسمعوا يا ست. ايوه يا باشا. طبعا ما قلب حديد بمين؟ معناها بالناس. انا من غيركم ولا حاجه، انتوا كل حياتي. بالناس. ربنا يخليه لنا. بتسقف على ايه؟ بتسقف على ايه؟ انت فاهم اي كلمه من اللي هو قالها؟ عميق قوي بس عبيط قوي. ان اداره الدول عشان يديرها ناس زي السيسي كده ومدبولي شله العسكر ملهاش غير ايه؟ احنا مش ضامنين بكره في ايه. ووارد جدا تحصل صدمات اخرى ما كانتش موجوده في الحسبان. يا خساره يا ولاد، يا خساره. معلش يا مرسي. جميع خساره. احنا كده قلبنا حكومه جبايه، نرفع الدعم عن البنزين ونطلع بعض الصحف المواليه لاي من يكن مين هو تطلع تقول لك احنا اقل سعر في العالم. قول الكلام ده لنفسي، قولوا لكل اللي موجودين بيسمعوني. قول يا ستموني قول. يعني ما قلتلكمش ابدا ان انا الموضوع ده انا لها واخلصكم. يا عيني. هاتوا كل كلامي من الاول اثناء الترشح هتلاقوا الكلام ما بيتغيرش. يا سلام. دي ظروف حلها الوحيد احنا. قلت قبل كده 100 مره العمل والصبر. العمل والصبر. طب يا زكي يا ابو المفهوميه، لما تيجي سيادتك تقرر ان احنا افضل ناس في العالم واقل سعر، بتقارن على اي اساس؟ قارنت سعر الدخل بتاع المواطن بره لدخل المواطن اللي هنا؟ المواطن المصري العادي البسيط اللي السيسي دهسه وقاعد دلوقتي في الساحل الشمالي. والله العظيم انا ما لقيت بلد. انا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم ان الوسام اللي انا خدته ده مش انا بس اللي خدته. انا لقيت اي حاجه. انتوا كلكم خدتوه معايا. قال لي خد دي. هو ايه اللي خدناه؟ الوسام. نقدر كلنا مع بعض بالصبر وبالفهم. شفت الفرق ما بين دخله هناك ودخله هنا؟ لما نيجي نتكلم على سعر الرز هنا اللي وصل 35 جنيه. كتير اوفر كتير. في ايه؟
لما هنا المواحد على المعاش بياخد 1000 ونص وبياخد 2000 جنيه، لما موظف شقيان تعبان بيطلع عين اهله طول الشهر عشان خاطر 2000 3000 جنيه. والازمه محدش عارف بكره هيحصل ايه، وحضراتكم يعني كل التوترات اللي موجوده. بس يا مزاكي هتموتي نفسك يا مزاكي. والظروف الصعبه دي هتمر علينا، وياما مرت على مصر ظروف اصعب من كده. بس يا اختي بس عشان اللي بطنك بس. وما انا جايبك ليه؟ ما انا جايبك عشان حضرتك تحط خطط وتحط دراسات وتحط خطط لما قد يحدث. ما هي دي شغلة الدول على فكرة. حد اعتدى على امننا القومي؟ لا. لولا كانت البلد اتفككت وبقينا زي الاتحاد السوفيتي. طب ايه الرغي والهري؟ والله انت فكرتني ببحث كنت عامله ايام زمان بقى. فهو بيضربك وبيحاربك، وليه انت يبقى عندك كل ده؟ عن التغييب الاعلامي والمخططات الماسونيه. طب الناس تعمل ايه؟ قسما بالله الناس بقت ماشيه بتكلم نفسها في الشارع، الناس مش عارفه تعمل ايه، ياكل ويشرب ولا يعالج. اصبروا وستروا. ايوه انت عايز ايه يعني؟ مش فاهم. ايوه احبسكم. بس هو ناسي الكلام، مسك هحبسكم والله ناسي. ولا يدفع ايجار سكن، ولا يدفع كهرباء اللي زادت، ولا يدفع ميه اللي زادت، ولا يدفع غاز اللي زاد، ولا يروح شغله يعمل ايه؟ وبعد كده نشتكي ارتفاع نسبه البلطجه. امال ايه؟ عايز ايه مننا؟ ركز. انا من مباحث الميه يالا. ايوه موقفنا يعني مباحث ميه، انا مش فاهم عايز ايه. انا مش فاهم والله العظيم، انا ما بقيت فاهم ولا الناس بقت فاهمه حاجه. احنا كده بقينا طبقه الجياع، تقول لها فاكتر الناس طفح بيها الجيل. العجب العجاب في مصر، بس اصبروا بقى لان احنا ما بنعملش نص ونص، ما اعرفش. وهو قاعد في الساحل الشمالي، وهو هناك في العالي على رأي الست شادية مع صلاح ظفار، هناك العالي اي مكان صحراء كان او بستان. امال ايه؟ عن الكباريه دلوقتي ما بقاش ليه صاحب ملوش. طب امسكه انا. مش هتعرف. ما اعرفش ليه؟ اصله كان خواجه. طب ما انا خواجه. هتعرف تعمل خواجه؟ ده انا عيلتي كلها خواجات. البلاج هناك يا جماعه، وطبعا ده إشي طباخين وإشي، ما هو اصل والله كبرت يا كوزو بقالك ود. دي لعبه الفن، لعبه الهندسه، عايزه واحد ذكي فنان ماشي عبقري. ماشي مش عايزه اي حد. خلاص يلا. خلي بالك